ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اهلا بيكم في مطبخ اكلاتي في بيتي. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جامد جدا جدا. هنعمل الفايش الصعيدي اللي بالسمنه البلدي والزبده البلدي. فزي ما انتوا شايفين كده طالع معايا جميل خالص، روعه. فتعالوا نشوفوا مع بعض ازاي هنعمله والخطوات بتاعتنا عشان يطلع معاكم حلو جميل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول حاجة معايا طبعا عملت الخميرة، والخميرة انا عامله لها فيديو على القناة، هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. فعشان الفيديو برضو ما يطولش عليكم، فانا بدأت بالخميرة زي ما انتوا شايفين كده، خميرة حمص ولبن. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف طبعا. هنخمرها الاول بشوية دقيق اللي احنا هنعجن عليها. جبت مية سخنة وحطيت حبة دقيق عشان المية ما تبقاش سخنة على الخميرة، وهضيف عليها الخميرة زي ما انتوا شايفين كده. هعجن الخميرة وهنشوف مع بعض قد ايه هي ناجحة. ما اخدتش نص ساعة وكانت الحلة اتملت، يعني خميرة 100%. اتبعوا الطريقة دي يا جماعة وهتاخدوا عيش زي العسل. زي ما انتوا شايفين كده الخميرة اختمرت وزادت زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نعجن. هنشوف المكونات اللي احنا هنضيفها للفايش الصعيدي عشان يطلع معانا جميل. اول حاجة معايا كركم، قرون انا طحنتها، ومحلب طحنته مع السكر زي ما انتوا شايفين كده. حطيت نص كوباية سكر وحطيت معاه المحلب وطحنتهم مع بعض في المطحنة. وهضيف معلقة ونص من الكركم بعد ما طحنته، وهضيف حليب بودر. هيفرق يا جماعة، حطوا شوية لبن حليب بودر، هيديكي لون وطعم وريحة وهيطلع جميل خالص. هضيف الخميرة على اللبن في العجان اللي انا هعجن عليه. طبعا انا لقيت الكمية مش كبيرة فانا عجنتهم على ايديا، ما استعملتش العجان يعني، بس اخدت الحلة عجنت فيها. حطيت كمية الدقيق كلها وهبدأ اعجن. اذا عجبكم الفيديو يا جماعة اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. اعملوا لايكات يا جماعة عشان القناة تكبر وتشجعوني اني انا اعمل فيديوهات كتير. فانا القناة زي ما انتوا شايفين لو دخلتوا عليها مش شغالة خالص، فانا محبطة. ف فياريت تشجعوني على اني انا اعمل فيديوهات زي ما انتوا شايفين كده. عجنت العجين. فصلت الكاميرا عشان الفيديو طبعا ما يطولش عليكم. وهضيف الزبدة والسمنة البلدي مع بعض، انا سيحتهم وهعجن. يعني حطيت حوالي نص كيلو. هيديله ريحة وطعم، يعني ما اقولكوش يا جماعة على الريحة والطعم بتاع العيش. طلع جميل خالص. هنشرب السمنة في العجين كويس كده، وهنسيب العجين يريح وهنشوف مع بعض لما نقطع. احنا مش هنسيبه يخمر تاني في العجان، احنا هنبدأ نقطع بالقمع اللي احنا اشتريناه من ادوات مستلزمات الحلواني او ادوات المنزلية في اي مكان، يعني اذا سألتوا عليه هتلقوه. زي ما انتوا شايفين كده انا عجنت العجين، وزي ما انتوا شايفين جميل خالص واتملك معايا واخد عرق.
هنغطي العجين يرتاح، وهنجيب المكنة وهنبدأ نقطع زي ما انتوا شايفين. ادي القمع شكله. عاوزة اقول لكم يا جماعة، القمع ده اختراع، يعني سهل كتير في التقطيع. يعني كنا ناخد وقت كبير في التقطيع، فده سهل علينا خالص، وبيدي احجام متساوية برضو في التقطيع. زي ما انتوا شايفين كده العجينة بتريح، وبتفرد على طول معايا. ادهن ايديا وادهن بين الصابع والتاني عشان ما يلزقش في بعضه. من اول ما يعني يستوي معانا يتفك على طول. هنقطع العجين كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنسيبه يخمر. عاوزه اقول لكم يعني ما اخدش وقت خالص في التخمير. العجينه الخميره ناجحه 100%. زي ما انتوا شايفين كده تقطيع كله متساوي قد بعضه. فبعد ما اختمر اهو زي ما انتوا شايفين، عبى الصواني للاخر زي ما انتوا شايفين. وانا سخنت الفرن ظبطتها، وزي ما انتوا شايفين كده ايه في الفرن طالع جميل خالص، وروعة روعة، ومتفكك هو في الفرن من بعض، ما ملزقش. عشان احنا بندهن ايدينا وقت التقطيع، وبندهن بين الصابع والاخر. زي ما انتوا شايفين كده بيطلع لوحده معايا. بعد ما هخلصهم تسوية هنشوف المرحلة التانية اللي هي هنحمر فيها الفايش من الناحيتين قبل ما ايه نعمل له عملية التحميص الأخيرة. يعني زي ما انتم شايفين انا رصيته في السجان. هنحمر الوش وبعدين نقلبه من الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين كده هنقلبه على الناحية التانية. بعد ما تحمر الوش ده هنحمر الناحية التانية، ولو في واحدة محمرة من الناحيتين نشيلها. ما تنسوش يا جماعة اللايك اذا عجبكم الفيديو. زي ما انتوا شايفين كده في واحدة معايا محمرة من الناحيتين انا شلتها، والتانية دي برضو. هنشوف مع بعض برضو ايه ازاي هنحطه على السجان عشان يتحمص، يبقى متقرقش كده حلو، ميبقاش طري. فاتحمر من الناحية التانية اهو زي ما انتوا شايفين كده. هوريكم واحد كده عشان تشوفوه من الناحيتين متحمص اهو، متحمر. هنبدأ نرصه على السجان للتحميص زي ما انتوا شايفين كده. هنخلي الصوابع كلها كده بالطول زي ما انتوا شايفين كده، عشان ناخد اكبر كمية في الساج، وفي نفس الوقت ما يتحرقش منينا. واثناء التحميص نهدي الفرن خالص، يعني نخليها يدوب شمعة صغيرة خالص كده عشان ما يتحرقش منينا. ونبص عليه كل شوية برضو عشان الفرن تزيد النار عليه فيتحرق منينا، فناخد بالنا. فإذا عجبكم الفيديو يا جماعة اعملوا